بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج تفتش الكورة. ليه بطولة رابطة الأندية المصرية بقت مهمة؟ تعالوا مع بعض نعرف بطولة الرابطة بقت مهمة ليه. بدأت منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المصرية لأول مرة في الموسم الماضي، واللي نجح فيها فريق فيوتشر في الفوز بالبطولة كأول فريق يحصل على كأس رابطة الأندية المصرية. لكن في كتير قوي من الجمهور ومتابعي كرة القدم في مصر خصوصا عبر السوشيال ميديا قالوا ان ديت بطولة ودية وملهاش لازمة. طب ايه اللي خلى بطولة كأس رابطة الأندية المصرية بطولة مهمة؟ الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن عن نظام جديد لبطولة كأس السوبر المصري اللي كان دايما بيقام ما بين بطل الدوري وبطل كأس مصر. وفي حالة فوز بطل كأس مصر هو بطل الدوري بيختاروا وصيف الدوري. ايه النظام الجديد؟ قالك كاس السوبر هيتعمل من 4 فرق والبطولة هتتلعب في الامارات. مين هم ال4 فرق؟ اسمع معايا: بطل الدوري، بطل كأس مصر، بطل كأس رابطة الأندية المصرية، وبنسبة كبيرة هيكون وصيف الدوري هو الفريق الرابع او فريق يختاره الاتحاد المصري لكرة القدم. علشان كده البطولة السنة دي شهدت مواجهات قوية جدا ومنافسة شرسة ما بين جميع الفرق المصرية. نهائي البطولة هيكون ما بين الفريق المصري البورسعيدي مع فريق سيراميكا، واللي المباراة هتقام يوم 22/7 القادم. الفريق المصري البورسعيدي بيسعى بشكل كبير جدا للحصول على لقب بطولة كأس رابطة الأندية المصرية من أجل إسعاد جمهوره اللي بيسافر وراه أكتر من 500 كيلو من مصر بورسعيد لبرج العرب، وبيحتشدوا بشكل كبير وبيتمنوا انهم يفوزوا ببطولة غايبة عن النادي المصري من 25 سنة. آخر بطولة حصل عليها النادي المصري هي بطولة كأس مصر سنة 98 بعد الفوز على مقاولون العرب. الجمهور المصري بيقول نفسنا في بطولة هتجيب بطولة.